هو فعلا سور الصين العظيم هو السد اللي بناه ذو القرنين عشان يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج؟ طب وايه حكايه الكائنات اللي المفروض تظهر كل 60 سنه في الصين وبتدمر كل حاجه حواليها؟ انا هقولك الحكايه في ستوري بالعربي. في سنة 2016 ظهر فيلم باسم السور العظيم، واللي كان بيحكي عن الإمبراطورية الصينية واللي بنوا سور الصين العظيم عشان يقدر يحميهم من وحوش بتصحى كل 60 سنة وبتحاول في كل مرة تخترق السور اللي اتبنى في حوالي 1700 سنة. الفيلم ده خلى ناس كتير تربط القصة دي بقصة يأجوج ومأجوج، خصوصا التشابه اللي بينهم وبين الوحوش اللي بتظهر في الصين واللي كانت بتتميز انها بتقضي على كل حاجة قدامها. لكن قبل ما اقولك هل فعلا سور الصين العظيم هو السد اللي بناه ذو القرنين والكائنات اللي وراه هم يأجوج ومأجوج ولا لا، عايز اخدك في جولة بالتحديد في القرن الرابع قبل الميلاد. الفترة دي كانت الصين عبارة عن شوية ولايات ومقاطعات، وكل ولاية بيحكمها حاكم، وكلهم كانوا في صراع متواصل مع بعض، وكل شوية في ولاية تهجم على التانية. ده اللي خلى الصينيين بشكل عام دايما يبنوا أسوار تحيط بيهم، لدرجة انه اتبنى في الوقت ده حوالي 4500 كيلومتر من الأسوار، لكن كانت كلها متقطعة ومنفصلة عن بعضها، وكل سور بيحيط بولاية معينة، خصوصا ان عدد الولايات في الصين وصل ل 120 ولاية، وده قبل ما تبتدي كل ولاية تخلص على التانية لحد ما العدد وصل ل7 ولايات. يفضل الحال ده كده لحد القرن الثالث قبل الميلاد، واللي حصل فيه حاجة هتغير تاريخ الصين كله. طفل عنده 13 سنة واللي كان اسمه تشين شي وانغ يصعد على عرش ولاية اسمها تشين عشان يقدر بقوته وشخصيته انه يوحد ولايات الصين كلها في حالة حروب اتعرفت تاريخيا وقتها بحروب تشين للتوحيد. وبمجرد ما تشين قدر يوحد الولايات كلها، بص على ممتلكاته الواسعة لقى فيه عيب خطير جدا: كل الارض الواسعة دي مفيش سور يحميها من اي خطر، خصوصا ان تشين في عملية التوحيد طرد البدو اللي كان شايف انه شعب بربري بره حدود مملكته، والبدو دول كانوا هم قبائل المغول. فانت متخيل معايا تشين وحد مملكته كلها، لكن على الحدود المغول متربصين ومستنيين اي فرصه عشان يرجعوا يسيطروا على المملكه دي تاني. ده اللي خلى تشين يؤمر جنوده بانهم يبنوا سور كبير حوالين المملكه. فاكرين السور اللي قلت لكم ان طوله كان 4500 كيلو وكل مملكه بنته حواليها؟ اهو تشين بقى أمر إن السور ده كله يتوصل ببعضه ويتكمل عليه عشان يغطي المملكة كلها. رحلة البناء دي سخرت تقريبا كل القوى البشرية في المملكة، لدرجة إن تشين أمر الفلاحين وحتى المجرمين اللي كانوا في السجون إنهم يشاركوا في بناء السور. المؤرخون بيقولوا إن حوالي 2 مليون بس في عهد تشين شاركوا في بناء السور ده، واللي بسببه خسر الآلاف حياتهم نتيجة الجوع والمرض، لدرجة إن من كل 10 عمال في 3 بس بيرجعوا أحياء. وكمية الجثث دي كان بيتم التخلص منها بطريقة مخيفة جدا. وبعد ما السور انتهى طلع تشين وقال ان الصين بقت امبراطورية لا تقهر، لكن بعد ما توفى واستلم الحكم ابنه هو هاي، اسطورة الصين وقعت لما ما قدرش يصد غزوات التتار، خصوصا لما هاجموا المرعب جنكيز خان وسيطروا على البلد كلها، وتفضل تحت حكمهم لحد ما الفلاحين عملوا تمرد ضد التتار ويقدروا ياخدوا الحكم من تاني ويرجعوا يرمموا السور ويكملوه. وتقريبا وصل لمرحلته الأخيرة في القرن السادس عشر، وده كان على يد الإمبراطور وان لي. نرجع بقى لموضوعنا الأصلي، هل السور ده هو السد اللي بناه ذو القرنين؟ الحقيقة إن الإجابة على السؤال ده هو إننا نشوف شكل السور ذات نفسه. يعني في قصة ذو القرنين السد اللي بناه كان من حديد والنحاس، إنما سور الصين العظيم اتبنى من الطين والحجارة. كمان سور الصين العظيم معروف إمتى اتبنى، واللي بالتحديد بدأ بناؤه في القرن الرابع قبل الميلاد. إنما سد ذو القرنين فالمصادر بتقول إن بناؤه كان ما بين 539 ل 529 قبل الميلاد. كمان اللي بنوا سور الصين العظيم معروفين من أباطرة وحكام الصين اللي بدأت في عهد تشين شي وانغ واستمرت بحكام تاريخيا معروفين. الملخص إن سور الصين بناء عظيم، ويمكن يكون في تشابه كبير بينه وبين سد ذو القرنين، وهو ان الهدف من الاثنين انهم يمنعوا عمليات الغزو والنهب ويحافظوا على قد ما يقدروا على الحياة البشرية بعيد عن البربرية ولغة القوة والظلم. صحيح نسيت اقول لكم حاجة، موضوع الكائنات اللي كانت بتظهر في فيلم السور العظيم كل 60 سنة دي كانت من خيال المخرج مش اكتر.